انا النهارده هوريكي طريقة الزبدة اللي احنا عملناها في البيت. ده الهيفي كريم اللي انا اشتريته من كاسكو تقريبا ب9 دولار. حطيته في العجانة وعلى سرعة متوسطة، ضربت فيه حوالي 3 دقايق واريح العجانة شوية. وبعد كده بصيت لقيت شايفة شكل اللبن عامل ازاي، بقى عامل زي القشطة او زي الكريم شانتيه. برضو استمريت في الضرب بس زودت سرعة العجان لأعلى سرعة. بعد كده بدأ يديني بقى يتقل شوية بشوية لغاية ما انت شايفة شكله عامل ازاي. في اللحظة دي اقفي على العجان، لاني بعد شوية هتلاقي الزبدة اتكومت كلها كتلة واحدة، والمية بدأت تطرطش هيغرق الكاونتر والأرض والدنيا كلها. لكن تو ما هو لمت الزبدة كده وعملت بقت كلها موجودة في العجانة كده وفصلت عن اللبن، اطفي بسرعة العجان وخدي بقى هاتي طبق حط فيه ميه مع تلج، عشان انت هتاخدي الزبده دي تكوريها كور صغيره وتحطيها في الميه والتلج عشان لان هي طبعا سخنه جدا دلوقتي لان العجانه شغاله من بدري. فتاخديها، شايفه شكلها ازاي فصلت دلوقتي، فصل اللبن عن الزبده. واللبن ده ما ترميهوش، انت ممكن تعملي بيه فطيره، ممكن تحطي مثلا لو انت عندك جبنه ممكن تحطيها فيه، بس تغليه الاول طبعا، لان اللبن ده بص فيه بواقي زبده، فطبعا يعني اي حاجه ممكن تعجني بيه كيكه، اي حاجه ما فيهوش اي حاجه ولا فيه ملح ولا في اي حاجه. يعني انا ما حطيتش في الزبده دي ملح، طعمها حلو جدا